بسم الله الرحمن الرحيم. انا المرة دي يعتبر بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اتكلمش كتير، وفي نفس الوقت اتكلم على حاجة كده جت في بالي ما عملتلهاش اعداد، وفي نفس الوقت ما عنديش القابلية ان انا ممكن ان انا اعمل مونتاج لحلقة زي دي، لان انا من الاخر انا طالع فضفض بخصوص ايه بالظبط. هو انا بالنسبه لي الكلام ده كله، الكلام اللي انا هقوله يعني انا سميته سنوات الفرص وعملت اكس عليها، سنوات الفرص وعملت اكس، وهنخليها اللعيبه الضايعه. ويمكن انا مقصود بيها حاجات كتيره جدا، ويمكن ده طبعا الكلام ده ليه علاقه طبعا بالنادي الاهلي. في السنوات الأخيرة، وخاصة السنوات اللي أنا بحاول إن أنا أتذكرها بشكل كبير جدا، السنوات اللي في عهد الكابتن محمود الخطيب بالذات، لأن اللي دي الفترة اللي يعتبر عليها جدل كبير جدا. طبعا أنا مش محضر حاجة، بس كل اللي أنا هقوله ده مجرد فضفضة للعيبة أنا فاكرها، ومواقف أنا فاكرها بشكل كبير. بس المواقف دي يعني بتوصل كمية التراكمات اللي وصلت النادي الاهلي للموقف اللي زي ده. طبعا اخر حاجة انا عرفتها ان النادي الاهلي قرر ان هو يكمل الثقة في ترب، مع ان ترب يعني باين عليه فعلا ان هو يعتبر كده زي ما تقول كده ايه، مدرس العاب. مش مع احترامي الشديد جدا لمدرس الالعاب، لان ممكن مدرس الالعاب ممكن يكون بيفهم اكتر منه، مع احترامي يعني، ومع احترام التراب، ومع احترام كل الناس اللي القائمين على اختيار تراب ل... ل... الإدارة الفنية للنادي الأهلي. طيب دلوقتي لو هنستعرض الفترة اللي هي بتاعت من بين إدارة الكابتن محمود الخطيب لغاية وقتنا هذا، لو هنلاقي ان الفترة اللي كانت بداية من احنا بنقول 2017 2018، وده السيزون اللي الكابتن محمود الخطيب كسب فيه رئاسة النادي الاهلي، بعد ما كان المنافس بتاعه كان المهندس محمود طاهر، اللي كان رئيس النادي الاهلي قبل الكابتن محمود الخطيب. وده اللي خلانا يعني ممكن نقول ان احنا الكابتن محمود الخطيب كسب برغبة من كل الاهلاوية تقريبا. وكان وقتها المدير الفني للنادي الاهلي هو الكابتن حسام البدري. ويمكن العيوب بتاعت المشاكل اللي كانت موجودة في الادارة الفنية للكابتن حسام البدري ما كانتش متفاقمة وقت ما كان الكابتن محمود الخطيب مسك في ايامه الاولى لإدارة النادي ذات نفسه، لحد ما يعني كان كل اللي احنا كنا بنتعامل بيه في حلقة كابتن حسام البدري، اللي انا هسيب لكم الاي بتاعها فوق الحلقة اللي انا عملتها، اخر حلقة تقريبا. انا اتكلمت فيها على نقطة ان حسام البدري كان عنده ميزة مهمة جدا، وهو ان هو بيستخدم المثلثات. كان راس المثلث بتاع مثلثات كتيرة جدا جوه الملعب كان عبد الله السعيد. وعبد الله السعيد مشي من النادي الاهلي مش فكرة ان هو فضل النادي المنافس او الكلام ده كله، لا، هو عمل احترام النادي الاهلي، وحب ان هو يتعامل من النادي الاهلي من منطلق ان هو نادي كبير ونادي عريق وبيتعامل باحترافية شديدة جدا. لقى ان في لعيب اسمه صلاح محسن اتدفع فيه 37 مليون،
واتدفع له راتب يعتبر راتب بينطح في عبد الله السعيد، ان لم يكن هو اعلى من راتب عبد الله السعيد. فانتم متخيلين احنا بنتكلم في صلاح محسن الراتب بتاعه يعتبر زي الراتب بتاع عبد الله السعيد. فبالنسبه لعبد الله السعيد حاجه زي دي تعتبر اهانه. فطبعا مين اللي بيصطاد في الماء العكره؟ النادي المنافس بشكل عام. فالنادي المنافس طبيعي جدا في المواقف اللي زي دي يجي يقول يا عبد الله تعالى تعالى نعمل صفقة انتقال. فتعرض عليه مبلغ مالي وقدره، واخد المبلغ المالي والكلام ده كله. بس قبل ما ياخد المبلغ المالي ده اتكلم مع مدير الكوره. مين مدير الكوره وقتها؟ هو الكابتن سيد عبد الحفيظ، اللي هو يعتبر حاليا عضو مجلس اداره، واللي هو بيتولى ملف الكوره في النادي الاهلي بعد ما الكابتن محمود الخطيب شال ايده منه في الوقت الحالي. طيب كابتن سيد عبد الحفيظ اللي هو مدير الكوره، اللي هو مسؤول عن ملفات الخاصة باللعيبة، وان هو المفروض ان هو يتعامل مع اللعيبة في ملفات الانتقالات والكلام ده كله، واللي هو يعتبر ده شغله الشاغل وشغله الاساسي وشغله رقم واحد. كان بيعمل ايه؟ كان بيطلع في الاعلام يرد على انتقادات رئيس نادي الزمالك، ويرد على انتقادات ابناء رئيس نادي الزمالك، واللي هي تعتبر الافيهات اللي هي قصف الجبهات والبوم طخ والكلام ده كله، اللي بتتعمل منها ميمز بشكل كبير جدا. طب هل ده شغلتك الاساسيه؟ لا. شغلتك الاساسيه كمدير كوره انك انت المفروض ان انت بتتولى مسؤوليه في ملفات لعيبه كره القدم، واللي المفروض ان لما يكون في لعيب قرب على التجديد بتاعه ممكن يا اما هو ينبهك يا اما انت تنبهه، حاجه زي دي. وساعتها بقى بيوصل همزه الوصل اللي هو يكون ما بين لعيبه الكوره والاداره الفنيه. فبدور عبد الله السعيد نبه كابتن سيد عبد الحفيظ علشان خاطر ان هو يتعامل معاه في ملف التجديد، ويقول له ان انا اتعرض عليا مبلغ فلاني من نادي. ممكن يكون قال له النادي الفلاني ده اللي هو نادي ايه بالظبط، وممكن ما يكونش قال له. فمش مشكلتنا اللي هو مين النادي ده، او هو قال ولا ما قالش ولا الكلام ده كله. فسيد عبد الحفيظ كابتن سيد عبد الحفيظ قال له ربنا يوفقك، اللي هو فيما معناه احنا شايفين ان صلاح محسن اهم منك. انا بقول الجمل دي ممكن بالنسبه لك كواحد متابع كوره هي مش منطقيه تماما. اديك طيرت لعيب من اللي هو يعتبر اهم لعيب في المركز صناعه الالعاب في القاره الافريقيه على مستوى الانديه. وخلي بالك من جمله على مستوى الانديه، لان انا هلاقي في ناس بتتكلم في الكومنتات وتقول ان عبد الله السعيد يعني على المستوى الدولي هو لعيب سيء. هقول لك ده طبيعي، انا بكلمك على مستوى الانديه هو لعيب كويس جدا. لان ببساطه اللعيب اللي هو اللي المفروض ان هو بيلعب دولي، سواء بقى اذا كان في المنتخبات الكبيره، احنا بنتكلم بقى منتخبات كبيره، كاميرون، كوتيفوار، جزائر، المغرب، تونس، كل الانديه دي اللعيبه اللي هي تعتبر اغلبيتهم موجودين بقوه في المنتخبات الافريقيه دي، بتبقى موجوده اساسا الانديه بتاعتها هي الانديه بتاعت الدوريات الخمسه الكبرى. وإن ما كانش الدوريات الخمسه الكبرى يبقى الانديه القويه في الدوري الخليجي. اذا هو متوفر لهم سبل النجاح اللي بتخليهم ان هم يبقوا لعيبه قويه جدا. طيب على سبيل المثال اللعيبه اللي انت طالع بيهم السما، اللعيبه كلنا طالعين بيهم السما، سواء بقى اذا كان لعيبه مثلا سيف الدين الجزيري، اشرف بن شرقي، علي معلول، فرجاني ساسي، اللعيبه دي كلها بيبقوا مش اللعيبه اللي هي تعتبر
في الصف الاول في منتخباتهم، مش كلهم يعني. في فرجاني ساسي ممكن يكون هو في الصف الاول، لكن بقيه اللعيبه مش موجوده في الصف الاول. يعني واحد زي مثلا اشرف بن شرقي، في وقت ما الوقت اللي هو كان البيك بتاع اشرف بن شرقي لما كان موجود مع الزمالك، هل هو كان اساسي مع منتخب المغرب مثلا على حكيم زياش مثلا؟ لا خالص. حكيم زياش موجود في تشيلسي، اشرف بن شرقي موجود في الزمالك. يعني شتان الفارق. احنا بنتكلم في نقطه بقى ايه، ده لعيب محترف في الدوريات الخمسه الكبرى اللي هي تعتبر اهم منطقه في العالم بيلعبوا كوره. ف فانا بتكلم بقى على سبيل المثال ده فاهم يعني، علشان افهم بس نقطه اللي ممكن يجي لي في الكومنتات يقول لي اصل عبد الله السعيد ما ينفعش لعيب دولي، ينفع لعيب محلي. وانا متفق معاك بنسبه 100% بالكلام ده كله، لكن انت خسرته. لعيب يعتبر همزه الوصل ما بين كل اللعيبه التسع لعيبه اللي حواليه في الملعب يعتبر، وهو الوحيد اللي يعتبر او الاكتر واحد اللي سد الثغرة بنسبة ما لا يقل عن 70-80% بعد اعتزال محمد ابو تريكة. وده كلام منطقي يعني، مش كلام يخلينا نقول اللي هو ايه يعني. ده كلام اللي المفروض ان احنا نكون ناس فاهمين كورة، المفروض ان احنا نقول الكلام ده. طيب عبد الله السعيد احنا خسرناه، محدش يجي يقول لي بقى احنا ما يشرفناش واحنا مش عارف ايه. انا قلت لكم في حلقه حسام البدري اللي انا سبتها لكم في الاي فوق، قلت ان الانتماء الوحيد اللي موجود في العالم في الوقت الحالي في 2026 هو انتماء الجمهور للنادي بتاعه. فانتماء الجمهور للنادي بتاعه دي ده شيء منطقي، شيء يعني انا مش هحاسبك ان انت بتشجع الاهلي او بتشجع الزمالك او بتشجع بيراميدز يا سيدي لو لقيتك من ضمن الجمهور اللي المفروض ان هو بيشجع بيراميدز يعني، اللي هو منتمي ليه، مش اللي هو بتروح تشجعه علشان الوجبه وال200 جنيه والكلام ده كله. بس يعني احنا بنتكلم بقى في نقطه اللي هو الانديه اللي هي بتبقى اللي ليها شعبيه او ليها جماهيريه. الجماهيريه دي مش بتبقى موجوده في اللعيبه، لا بالعكس، هي بتبقى موجوده في الجماهير ذات نفسها. ففكرة بقى ان انت مين دخل النادي، مين خرج من النادي، مين قعد، مين مشي، الكلام ده كله انت يهمك انك انت تدعم الفريق بتاعك وتدعمه لغايه ما يكسب. انما بقى مساله في 2026 بالذات، مساله اللعيب ده قرر ان هو يكمل في النادي ولا يروح لنادي منافس، فدي مساله تعتبر مساله استثماريه. المساله الاستثماريه دي اللي هو لعيب جاله اوفر في شركه، زي مثلا موظف اللي جاله اوفر في شركه تانية، فالاوفر ده لو زياده يا عم 500 جنيه 50 جنيه حتى، فهو اولى بيها، بنزين، اي حاجه من دي. ف عبد الله السعيد ماشي باختيارات، باختيار منه وبإرادة النادي الأهلي، فما ينفعش كإدارة إن أنت تصدره في وش المدفع وتقول للجمهور هو ده الخاين اللي سابنا. علشان في صفحات اللجان الخاصة بالكابتن محمود الخطيب بترفع صورة عبد الله السعيد، بترفع صورة رمضان صبحي، بترفع صورة شريف إكرامي، بترفع صورة أحمد فتحي، بترفع صورة عصام الحضري، ممكن ترفع صورة ريني فايلر. يقعدوا بس يهقوا كده على الصفحة ويقولوا مثلا ايه اللي بعنا اهو، وقت ما يلاقوا نفسهم فاضيين. يعني احنا دلوقتي في الوقت الحالي في توقف دولي، المفروض ان هو في التوقيت عرض الفيديو ده المفروض ان انت يعني يا اما في انتظار ماتش مصر والسعودية، يا اما انت اتفرجت خلاص على ماتش مصر والسعودية وانت بتشوف الفيديو ده. ففي فترة توقف دولي زي ده هتلاقي صفحات اللجان قاعدة فاضية، مش لاقي نفسها انها مش قادرة تعمل حاجة. ترند النادي الاهلي ممكن يخلص في اي وقت من الاوقات،
فبدل ما هم حاطين ايديهم على خدهم، لا احنا ننزل صوره عبد الله السعيد، رمضان صبحي، اي حد من الناس اللي هو محطوطين في قائمه البلاك ليست بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، ونقعد نهق عليهم شويه على السوشيال ميديا، سواء اذا كان نهق عليهم على الفيسبوك او انستجرام او اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي دي. فطبعا ده اسلوب من الاساليب اللي وقت ما حصل المشاكل دي كلها انتوا حطيتوهم في وش المدفع. واحنا هنتكلم زي ما احنا هنتكلم على عبد الله السعيد، هنتكلم على رمضان صبحي، هنتكلم عن شريف اكرامي، هنتكلم عن كل الناس دي كلها. ف طبعا انا اتكلمت كتير جدا، خدت وقت طويل جدا من الحلقه ان انا بتكلم فيها على عبد الله السعيد، فكفايه كده كلام عن عبد الله السعيد اللي هو الملخص، احنا خسرناه تمام. فمطلوب من حسام البدري ان هو يستمر في حصد البطولات بدون عبد الله السعيد، اللي هو يعتبر اهم عنصر في المثلثات الكتيره اللي كان بيحطها في نص الملعب دي. فطبعا هو قاب قوسين او ادنى من نهايه السيزون، فطبعا خرج من افريقيا، خرج من منافسات الدوري، خرج من حاجات كتيره جدا، فخلاص الموضوع شبه انتهى تماما. فطبعا جه بعدها قصه ان حسام البدري قرر ان هو يمشي علشان خاطر السبوبه بتاعت بيراميدز. ومش هنقول بقى ده حق مشروع ومش حق مشروع، لان انت يعني احنا بنتكلم بقى ايه، حق مشروع لو انت رايح تدرب، لكن انت رايح رئيس نادي وانت اول مره، فما علينا يعني من القصه دي كلها. فنتنقل بقى للعيبه اللي بعدها، واللي هي تعتبر ذكر اسمه من ضمن صفقات القرن، وهو احمد فتحي. احمد فتحي باراده النادي الاهلي هو افضل لاعب ظهير ايمن في افريقيا باراده النادي الاهلي، بس مش هنقول اراده كامله لان هو يستحقها. يعني مش هنقول ان هو يعني اللي هو اللي بينافسه احمد المحمدي اللي هو يعتبر محترف في استون فيلا او وقتها في وولفرهامبتون سوري يعني، او في انديه الدوري الانجليزي بشكل عام. فاللي هو يعني ماشي اوكي، يعني هو بينافس احمد فتحي، بس ستيل احمد فتحي هو الاقوى في الكارير ده، في الحته دي، في الجبهه اليمنى. فما ينفعش يقارن احمد المحمدي باحمد فتحي تماما، ملهاش يعني ما فيهاش اي نقاش دي. فبعد ما كان احمد فتحي كان اهم باك يمين في افريقيا كلها، خرج من النادي الاهلي علشان بنفس الطريقه اللي خرج بها عبد الله السعيد، ومش هنحكي فيها كتير. فجاله عرض من بيراميدز فوافق، عرض مالي اكبر، فرصه مشاركه قويه، نادي ممكن يكون يعني الكلام اللي ممكن الناس بتتريق عليا فيه، ممكن يقول لك نادي عنده طموح، ممكن هم كانوا وقتها كنا فاكرين ان هو ممكن يكون عنده طموح كبيره جدا، بس اللي هو نقدر نقول الجهل الكروي، وده ممكن نعمل عنها فيديو لوحده، الجهل الكروي. فده فخ من الفخاخه اللي ممكن يقع فيها اي لعيب عموما، اللي هو الجهل الكروي. فممكن احمد فتحي قبل عرض بيراميدز على اساس ان هو النادي الاهلي ما قدروش في نهايه العقد اللي كان وقتها ساري. فاذا انت بسبب نفس الطريقه بتاعت عبد الله السعيد، واللي كان مسؤول عنها نفس الشخص اللي هو الكابتن سيد عبد الحفيظ، خسرت افضل باك يمين. اذا انت عصرت على نفسك ليمونه وقررت ان انت تكمل بمحمد هاني، وغصبا عن كل الناس بقى محمد هاني هو الباك اليمين الوحيد في مصر اللي ممكن تستعين بيه في منتخب مصر عموما دلوقتي، غصبا عن الكل. تحس ان هو محمد هاني ده من ضمن اللعيبه اللي هو عنده مشاكل كتيره جدا محتاجه تتصلح. فيكفي ان احنا بنتكلم على لعيب سنه 29-30 سنه وبيتقال عليه ناشئ النادي الاهلي، وهو عدى مرحله الناشئ بشكل
بشكل كبير جدا. يعني في لعيبة كتيرة على مستوى العالم اصغر منه وعدوا مرحلة كلمة ناشئ. يعني حمزة عبد الكريم في سن لامين يامال اللي هو يعني ده ناشئ للاهلي وده ناشئ لبرشلونة، فده اسمهم ناشئين. تمام. محمد هاني اكبر منهم بحوالي اكتر من 10 سنين وبيتقال على محمد هاني ناشئ النادي الاهلي. فدي ازمة. انت يعني انت خسرت احمد فتحي علشان خاطر تكمل بمحمد هاني ومكمل بيه لغاية دلوقتي بالعند. فانت خسرت احمد فتحي، وده مش هنقول ان هو بارادة احمد فتحي ولكن لسوء التقدير مع احمد فتحي. طبعا سقف الرواتب اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي انت بتقولها لعبد الله السعيد واحمد فتحي ورمضان صبحي، يعني بص لحالك دلوقتي انت عندك سقف الرواتب ده اتكسر بقاله كتير جدا. بص على الرواتب بتاعت امام عاشور وتريزيجيه وزيزو واشرف بن شرقي، هتلاقيهم الرواتب دي كلها اتكسرت كلها. فما تجيش تقول انا مشيتك بسبب سقف الرواتب وانت جاي دلوقتي تكسر سقف الرواتب علشان الصفقات المشطشطة وصفقات الهق اللي هي احنا بنسميها هق من الاخر، اللي انت عبي وخلاص عبي وخلاص. ودي جزء من الفيديو احنا هنجيله بعد كده. فطبعا انت خسرت احمد فتحي وبعد كده خسارة كبيرة لرمضان صبحي. ممكن اكون مش متفق مع رمضان صبحي في الاسلوب وفي الطريقة وفي التعامل، ولكن انت ما قدرتش ان انت تحتوي الموقف، ما قدرتش كسيد عبد الحفيظ تحتوي الموقف، كمحمود الخطيب تحتوي الموقف. المفروض ان ده واحد من اهم ناشئين النادي الاهلي والمفروض ان هو بيعتمد عليه بشكل كبير جدا. جاله عرض احتراف في نادي هدرسفيلد، فانت لما جيت تجيبه من هدرسفيلد تاون انت جبته باعارة. فطبيعي جدا اي نادي عايز رمضان صبحي علشان خاطر يبقى موجود معاه في الفريق، هو مش هيجي يتفق معاك ولا رمضان صبحي هيجي يتفق معاك، هو هيروح لصاحب اللعيب الاصلي اللي هو موجود في انجلترا، هيقول له انا جاي اتعاقد معاك بخصوص اللاعب رمضان صبحي علشان يمثلنا في نادي الفلاني. مش هنقول بقى نادي بيراميدز، هنقول مثلا اعتبر يا سيدي النادي الاهلي. انت المفروض ان انت تروح تتكلم مع هدرسفيلد اللي انت المفروض ان انت جايب من عنده رمضان صبحي بشكل اعارة علشان تتكلم معاه وتتكلم تفعل مبدأ الشراء، تفعل بند الشراء. فانت رحت تجيب حسين الشحات بمبلغ 150 مليون جنيه، وكان وقتها بسعر الدولار او اليورو وقتها يساوي 150 مليون جنيه. وجاي عند رمضان صبحي تروح يعني تجيبه اعارة دي يعني حاجة من الاتنين، يا اما انت بخيل في ان انت تدفع الفلوس لرمضان صبحي، يا اما انت لسه بتجرب رمضان صبحي. طب انت جربت رمضان صبحي لمدة 6 شهور نفعك، تمام، رحت لهدرسفيلد علشان تجدد الاعارة 6 شهور كمان وتلاقيته نفعك، ولقيته نفعك مع فايلر بشكل كبير واهم عنصر في خطة فايلر، تقوم ايه سايبه كده لغاية اما ياخدوا الغراب ويطير. تمام. ونظرا طبعا للحاجات اللي هي تعتبر انا شايفها حاجات اخلاقيا ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها، لمجرد بس ان هو زوجته هي الاستاذة حبيبة اكرامي، فطبعا دي اخت شريف اكرامي. فبعد ما كان شريف اكرامي اللي ماشي من النادي الاهلي بشكل دبلوماسي والناس كانت بترياكت لاف على كل التويتات بتاعته ان هو يعني ماشي من الباب الكبير والكلام ده كله، لسه ما مشيش من النادي الاهلي،
فجأة بقى بينهالوا عليه بالشتايم علشان خاطر رمضان صبحي يبقى جوز اخته. ف... فهتقولوا يقعدوا يتكلموا معاه يقولوا له لا انت اللي لعبت في دماغ رمضان صبحي، انت اللي لعبت في دماغه، انت اللي عملت كده. طيب هو المطلوب منه ان هو كان يعني يعمل ايه علشان يثبت ولاءه بعد ما كان قبلها بيوم كان خارج من الباب الكبير؟ فجأة الباب الكبير ده فجأة زنق على صباعه. ما تتقالش غير كده. لمجرد بس ان هو راح يتكلم مع مسؤولين نادي بيراميدز اللي هو رمضان صبحي، يعني راح يتكلم مع مسؤولين نادي بيراميدز واتكلم معاه ويتكلموا في نقطة الانتقال. فمعلش يعني انت يعني طالما انت نادي مش مقدره في الوقت اللي هو كان وقتها يعني نهاية العقد وكده، فانت المطلوب منك انك انت تستنى لغاية اما يحصل ايه بالظبط. واحد انت قلت له طب ربنا يوفقك، فلما راح للنادي المنافس حطته في وش المدفع. واحد قال لك انا جالي عرض من النادي الفلاني فانا محتاج ازود في الراتب بتاعي، قلت له نص ساعه وارد عليك ومش عارف ايه. كل ده علشان خاطر نقطه ان هو كسر سقف الرواتب. انت طيب انت لو انت محافظ على مبدأك ده فما كنتش جبت زيزو، ما كنتش جبت امام عاشور، ما كنتش جبت اشرف بن شرقي، ما كنتش جبت لعيبه كتيره يعني بشكل عام. فالكيد والصفقات الحراقه والمشطشطه والكلام ده كله خلتك تكسر الرواتب علشان خاطر تبان قدام الناس ان انت اداري جامد جدا. ماشي طيب ادي كده رمضان صبحي. كان في لعيب اسمه اليو بادجي، اكيد طبعا ناس كتيره جدا فاكراه، واكيد يعني اليو بادجي ده من المهاجمين اللي هو يعتبر في مهاجمين اقل منه بكتير دخلوا النادي الاهلي. يعني اليو بادجي اكيد اقوى من مروان محسن، اكيد اقوى من محمد شريف بدنيا على الاقل، اكيد اقوى من كاموتش، اكيد اقوى من مروان عثمان، اكيد اقوى من ناس كتيرة جدا. يعني يمكن الوحيد اللي من وجهة نظري اللي ممكن يكون تفوق على اليو بادجي هو وسام ابو علي، وده هنوصل له في نقطة معينة ودي نقطة بتاعته تختلف شوية. طيب اليو بادجي انت استغنيت عنه بقرار من مين؟ بقرار من بيتسو موسوماني. طيب المفروض ان بيتسو موسوماني بيقرر الاستغناء وقتها عن اليو بادجي وجيرالدو علشان يجيب اللي هو بتاع سيمبا التنزاني اللي هو اللي هو ميكيسوني. فانت جايب ميكيسوني مكان اليو بادجي. يعني اللعيب اللي معاه اللي هو بيرسي تاو مبلوع ان هو يبقى مكان جيرالدو. اوكي انا متفق معاك مليون في المية ان بيرسي تاو يكون هو مكان جيرالدو، لكن ميكيسوني مكان اليو بادجي فدي طبعا من الحاجات الغير منطقية. طب انت مشيت اليو بادجي اعارة وراح بره تألق، سبته زي ما هو، كل ده ليه؟ مشاكل شخصية ما بين اليو بادجي وبيتسو موسيماني ايام ما كان بيتسو موسيماني مدير فني لصن داونز مش للاهلي. انتوا متخيلين يعني الموضوع الحاجات اللي زي دي ممكن تخلص في قعدة عرب.
قعدة عرب دي يعني كوبايتين شاي كده ممكن يعني وخلاص، ويا جماعة عايزين نصفي الخلافات اللي ما بيننا، احنا فريق واحد وما ينفعش، وده المدرب بتاعك يا حبيبي، وده اللعيب بتاعك يا بابا، والكلام ده كله. كان ممكن تبقى وقتها انت كنت كسبان مهاجم تقدر ان انت تكمل معاه فترة اطول، على الاقل كان هيفيدك. وكان واحد زي حالاتي بينتقد موسيماني ما كانش هيبقى ليه الحق اساسا ان هو ينتقد موسيماني، خصوصا يعني لما يكون عنده مهاجم بالقوة بتاعة اليوبادجي. ولكن محدش من ادارة النادي الاهلي اللي المفروض ان هو يكون عنده دراية اكتر من المدير الفني الاجنبي يجي يقول له لا اللي انت بتعمله ده غلط. لا، نقول لهم ادوا الصلاحية الكاملة لموسيماني علشان خاطر يجيب اللعيبة. فجاب لعيب، جاب جون في الاهلي، فخلاص شكرا، ده اللعيب الجامد اللي ملوش زي، اللي هيكسر الدنيا، اللي هو مين؟ اللي هو ميكي سوني. انتوا متخيلين بقى المفارقه اللي احنا بنتكلم بيها دي، اللي هي فكره اللعيبه. احنا استغنينا عن مين علشان نجيب مين، وكانت دي النتيجه. ولسه لغايه دلوقتي في ناس بتعظم في بيتسو موسيماني، اللي هو اساسا انا معمول عليه حلقه سلخ يعتبر. انا هسيبها لكم في الاي فوق هنا او هنا، يعني على حسب يعني المكان بتاع اليوتيوب ذات نفسه. بتكلم فيه عن هل هو موسيماني جامد للدرجه اللي ممكن نتكلم فيها ان هو ممكن يرجع تاني او يمسك المنتخب او الكلام ده كله؟ لا يا جماعه، مش كده خالص. فطبعا احنا استغنينا عن اليو باتشي، لعيب من اللعيبه المهمه جدا اللي احنا استغنينا عنها، اللي معرفش ماذا يدخلون في ملعب التتش علشان خاطر يعملوا حركه زي دي. وما كانش اخر لعيب، بالعكس ده في لعيبه كتيره جدا استغنينا عنهم كانوا تحت ايدينا. يعني المفاجاه ان احنا يعني ان انا ممكن اقول لك مش معتبر من ضمن، انا ما اعتبرش من ضمنهم الكابتن محمد مجدي قفشه، لان انا بالنسبه لي مفيش حاجه تذكر عملها محمد مجدي قفشه غير القضيه. ممكن غير كده هو لعيب بينقل نقلات مش بسرعه تماما، بطيء جدا في النقلات، بيفكر كتير جدا قبل ما يتصرف بالكوره، بيتعامل بطريقه غريبه جدا. ف... فطبعا هو مبخت، ممكن يكون مبخت شويه ان هو جاب لنا بطوله افريقيا من خلال القضيه. ممكن الهدف بتاعه في مرمى الزمالك اللي يعتبر مهم جدا جدا جدا. فخلاص يعني احنا كده نعتبر وصلنا لنقطة ان احنا لازم نبقى ايه، يبقى نجيب لعيبة بقى مكان اللعيبة اللي احنا مشيناها دي. يعني مثلا نجيب مهاجم بقدر الامكان ان هو احسن من اليو بادجي، فجبنا، ففضلنا بقى ما بين بقى محمد شريف، وبعد كده يبقى نجيب مثلا ال شويه لعيبه. مثلا ممكن نجيب لعيب من سيراميكا او ما ينفعش، ممكن نجيب لعيب من سموحه زي حسام حسن، ما ينفعش. ممكن نجيب لعيب من ايا كان منين برضو ما ينفعش. اللي هو زي مثلا شادي حسين، اللي احنا جبناه برضو ما نفعش بشكل كبير. صلاح محسن لما رجعناه من الاعاره مره تانية ما نفعش. مش عارف مين ما نفعش. كل ده فضلنا نتحور كتير جدا في موضوع المهاجم الصريح لحد اما وصلنا لنقطه ان احنا ما عندنا وسام ابو علي. وكان وقتها طبعا المدير الفني مارسيل كولر. فوسام ابو علي من اهم اللعيبه المهاجمين اللي ما عرفناش نستفيد منهم بشكل كبير. والاستفاده هنا مش هنقدر نقول ان هو استفاده ان احنا نمنعه من ان هو يمشي، لكن الاستفاده هنا من نقطه وسام ابو علي لما مشي من النادي الاهلي دخل خزينه النادي الاهلي حوالي 6 مليون دولار. ال6 مليون دولار دول انت ضيعتهم على ايه؟ انت ضيعتهم على صفقات زي مثلا زيزو وبن شرقي. لا، بن شرقي كان موجود من قبلها. زيزو وتريزيجيه
وجبت مهاجمين، جبت محمد شريف مرة تانية. كان وقتها محمد شريف كان محترف في الدوري الخليجي، في الدوريات الخليجية، وما عرفتش اعوضه. جبت مشيت مارسيل كولر، وجبت مدرب تاني ما فهمتوش خالص، ما فهمتش سكوته، ما فهمتش نظراته، ما فهمتش اي حاجة. ورحنا كاس العالم للأندية واتفضحنا. ضيعت الفلوس على لا شيء. ضيعت فلوس كاس العالم للأندية، ضيعت فلوس المدرب. جبت طرب مش عارف تمشيه علشان خاطر الشرط الجزائي اللي هو يساوي قيمة وسام ابو علي ذات نفسها. فانت ضيعت الفلوس، ضيعت كل حاجة تماما. كاموتش ايه اللي ممكن نضيفه؟ يعني كاموتش اللي جاي مكان وسام ابو علي، اهلا. كاموتش اللي طلع بتصريحات كشف بيها هو التمرين في النادي الاهلي عامل ازاي، والتمرين اللي هو يعتبر هو ما فيش تمرين، الدنيا ماشيه دلع خالص. فاللي هو واضح ان هو اساسا المدير الفني الموجود ما بيحطش اي تكتيك، ما بيحطش اي حاجه. واضح جدا حتى كمان في طريقه اللعب في الماتشات اللي احنا بنتفرج عليها ان هو اجتهادات شخصيه من اللعيبه، ما فيش اي توجيهات من بره، ما فيش اي توجيهات في اوضه اللبس، مفيش اي توجيهات خالص. فانت ضيعت الفلوس على مدرب وعلى لعيبه ونسيت دعم الدفاع، وفجأة لقيت نفسك انت ما عندكش باك شمال مكان علي معلول اللي انت مشيته فور فري. ودي نقطة برضو ممكن نتكلم عليها كتير بقى. علي معلول، انت دلوقتي عندك افضل باك شمال في افريقيا اللي هو علي معلول، مشيته اوكي. جبت مين؟ جبت عطية الله. يحيى عطية الله بالنسبة لي يعني من اللعيبة اللي هي ما ينفعش انها تعوض علي معلول بتاتا تماما. تمام. جبته اعارة ومشيته، يعني الاعارة خلصت، رحت يعني قلت مش هدفع بند الشراء، فمشيته ومشيت مع علي معلول. تمام. مين بديل الاتنين دول؟ كريم الدبيس، مشيته. مين بديله؟ كوكا اللي هو خط نص. اللي هو يعني انا كمشجع للنادي الاهلي انا مستحمل محمد هاني بالعافيه في فرقه انا بشجعها، تقوم فجاه محمد هاني وكوكا، محمد هاني على اليمين وكوكا على الشمال. يعني انا ما عنديش انياب دفاعيه وهجوميه ولا من اليمين ولا من الشمال. ما تبيعوا مروان عطيه بالمره عشان يبقى ولا في العمق بالمره. يعني ده حاجه من الحاجات اللي بالنسبه لي علامه استفهام، وعلامه استفهام كبيره جدا. يعني انت كان عندك باك شمال قادر ان هو يقدم دور دفاعي وهجومي، وهجومي اكتر من دفاعي، وقادر ان هو يتعامل مع ضربات جزاء، وقادر يتعامل مع ضربات حرة، وقادر ان هو يتعامل مع ضربات ركنية، وقادر ان هو يعمل فولو اب مع مهاجمين او الاجنحة، وقادر ان هو يعمل اوفرلابنج مع الاجنحة، وقادر ان هو يعمل هجمات خطيرة، وقادر ان هو يسجل، وهداف النادي الاهلي وواحد من اهم مفاتيح النادي الاهلي. انت تسيبه علشان تبقى من غير انياب خالص؟ طب هتنهش في مين؟ مش قادر دلوقتي انت بعد ما علي معلول مشي، انت دلوقتي ولا قادر تاخد دوري، وخرجت من افريقيا، وخرجت بسهولة من كاس مصر على ايد فرقة درجة تانية، ومن المرشح ان انت مش مرشح اصلا ان انت ممكن تخش ولا بطولة
دوري ابطال افريقيا السنه الجايه ولا كونفدراليه، لان انت لو خسرت ماتش ماتشين كمان انت خرجت بره المنافسه الافريقيه تماما. وسايب مدرب بيعك في النادي الاهلي علشان انت جايبه بفلوس، علشان تحاول ان انت ما تلبسش في الشرط الجزائي اللي انت جبته لنفسك. طب ما ليه من الاول؟ هو احنا ليه مشينا كولر؟ طب هو احنا ليه ما ابقناش على عماد النحاس؟ فدي من الحاجات اللي تعتبر علامات استفهام، واكبر علامة استفهام هو ليه علي معلول يمشي اصلا. انت مش واخد بالك ان انت مش عارف تمسك كورة بسبب ان علي معلول مشي دفاعيا؟ مش قادر تطلع بكرة من ورا لقدام، مش قادر تمسك كورة في نص الملعب بسبب ان عمرو السولية مشي. انت مش واخد بالك ان الاتنين دول بيحل محلهم احمد نبيل كوكا اللي انت يعني ماسك فيه وقاعد وهو عمال يقول لك انا عندي عرض من جلطة سراي. ماشي يا عم، ربنا يوفقك. انا كواحد من الجمهور اللي المفروض ان هو فاهم كوره الى حد ما يعني، مش هتبقى ممكن اكيد يعني مش هيبقى من مستوى مدرس الالعاب اللي موجود في الاهلي. هو يعني انت شايف نفسك ان انت محترف تقدر تحترف بره، خلاص ربنا معاك. كابتن حسام حسن مستدعيه في ماتش السعوديه النهارده، ربنا معاك. ماشي، بس ما تقنعنيش ان انت يقنع ان انت لعيب كوره ده مش بالعافيه يعني. انا بذات نفسي انا ما بعرفش العب كوره، بعرف العب كوره احسن منه. انا ليه ما رحتش منتخب مصر؟ يعني ده حاجه غريبه جدا يعني. فاللي هو يعني في حاجات فانت استغنيت عن عمرو السولية واستغنيت عن علي معلول ومفيش معاك باك شمال ومفيش معاك نص ملعب ينقل كرة من ورا لقدام غير امام عاشور. وامام عاشور ده بقى اللي هو يعتبر من ضمن الحاجات اللي تعتبر انت كسرت بيها مبادئ النادي الاهلي مرتين. مرة علشان خاطر اشتريته عديناها، قلنا لعيب بنربيه في النادي بتاعنا فاحنا هنعرف نربيه كويس. فبعد الموقف اللي هو ما سافرش فيه مع بعثة الاهلي للجزائر على ما اذكر، او تقريبا الجزائر يعني، بعد البعثة دي، بعد مشكلة البعثة دي انت سايبه في النادي عادي جدا. فده علامة استفهام مع وضع في الاعتبار ان صفحات اللجان بترفع صورة عبد الله السعيد، بترفع صورة رمضان صبحي، بترفع صورة احمد فتحي، شريف اكرامي، وسام ابو علي، ريني فايلر، تحت مسمى المبادئ. طيب فين المبادئ دي مع امام عاشور؟ ماشي خلاص اقتنعنا ان انت كسرت قصة المبادئ دي، طيب يعني عملت كل ده ليه؟ احنا قدام نتيجة دلوقتي، النتيجة دي في لعيبة كتيرة جدا احنا مش عارفين هما ما كملوش معانا ليه. كان ممكن نستفيد منهم اكتر. طب لما ما كملوش معانا، واحد زي وسام ابو علي طبيعي جدا ما يكملش معانا، ما استفدناش بفلوسه كويس ليه؟ يعني يا فرحتي بان انت مشيت تيم السكاوتنج وهتجيب تيم سكاوتنج جديد يعني، يا فرحتي. طيب انت هتعمل ايه في كمية اللعيبة اللي موجودة في النادي الاهلي اللي هي محتاجة ان هي تمشي علشان تقدر تبتدي من صفحة جديدة تماما؟ انت عندك من مركز حراسة المرمى لحد مركز الهجوم مليان لعيبة محتاجة ان هي يعني يشدوا حيلهم ويتمرنوا، او بمعنى اصح يشدوا حيلهم ونشوف شكل تاني مع الفريق بشكل عام، يا اما يمشوا لان هم عالة على الفريق. فاحنا هنتكلم بقى كده من مركز حراسة المرمى، انت عندك اللي هم احنا بنتكلم بقى اللي هو ايه اللي بينزلوا اساسيين واحتياطيين والكلام ده كله. فانت عندك محمد الشناوي
بقى مشاكله كتيرة. مع احترامي ليه، انا بحب محمد الشناوي جدا، بس في نفس الوقت انا عامل حلقة باسم اعتزال دولي هرفعها لك في الاي فوق هنا. آم، محمد الشناوي ما مش هقدر اقول لك ان هو يكمل معانا، بس ممكن يبقى بديل مصطفى شوبير، يا اما يمشي للاحتراف بره. يعني ما اقدرش اقول لك ان هو يقعد، على الاقل ما يبقاش اهانة لتاريخه. ما ينفعش ان هو يقعد دكة، وما ينفعش ان هو يفضل موجود برضه، ما ينفعش يفضل اساسي. فيحترف بره ماشي اوكي، جاله عرض من الخليج اهلا وسهلا بيه، يروح ربنا يوفقه عادي جدا. محمد الشناوي عندك صف الدفاع، احنا عندنا في كمية مدافعين. احنا عندنا ياسين مرعي دخل النادي الاهلي علشان خاطر هو زملكاوي، اللي هو ايه، شطشطة بس، شكرا. لكن انا بالنسبة لي ياسين مرعي انا ما شفتلوش اي حاجة تذكر، غير بس ان هو جاب جونين بس تقريبا لطاف، لكن هو حاجة قوية لا. ياسر ابراهيم يعتبر من احسن يعني بقى دلوقتي بقى هو احسن مدافع موجود في النادي الاهلي بلا منازع. تمام، مفيش حد تاني. صف الدفاع ما فيهوش حد تاني، صف الدفاع بالكامل، حتى الباك اليمين حتى الباك الشمال حتى كل الناس ما فيهوش الا ياسر ابراهيم. تمام، فمحتاج اعادة هيكلة صف الدفاع. خط النص احمد نبيل كوكا، مع السلامة مع السلامة. يعني ما اتمناش ان انا اشوف لعيب بالخبرات دي موجود في النادي الاهلي. اليو ديانج مش هيقدر يدي في الملعب علشان جاله عرض من بره، مع السلامة وربنا يوفقه. يعني اليو ديانج انا ذات نفسي انا بحبه جدا. تمام، امام عاشور خط يعني تكة كمان، مع السلامة. انا مستفيد منك في الملعب بس كاتيتيود انا مش، يعني انت بتبوظ لي اوضه اللبس، فمع السلامه. مين تاني في نص الملعب؟ مروان عطيه ماشي، يعني انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله معاه خالص. تمام، طيب الصف اللي قدام احمد سيد زيزو ما شدش حيله، مع السلامه. تريزيجيه يعني الى حد ما بالنسبه لي اعتذر عن ضربه الجزاء اللي هو ضيعها قدام انتر ميامي، فمش هقدر اقول له مع السلامه، فطبيعي ومنطقي جدا. فلا، خليه عادي جدا. اشرف بن شرقي ما قدمليش اي حاجه، مع السلامه. طاهر محمد طاهر مع السلامه. انا بالنسبه لي حسين الشحات اهم من احمد سيد زيزو بالنسبه لي حتى الان. زيزو اللي جه من نادي الزمالك مش هو زيزو اللي موجود في النادي الاهلي دلوقتي بعد سنه من اتمام التعاقد معاه، فما قدمليش حاجه. فانا بالنسبه لي حسين الشحات افيد منه. محمد شريف مع السلامه، كاموتش مع السلامه. آه آه مروان عثمان مع السلامه برضو. تمام، تيم السكاوتنج بقى يجيب لنا ناس من بره، يصعد ناشئين. ناشئين اللي هو انت اساسا ما كنتوش فاهمينهم، ما كنتوش فاهمين، انتوا مش عارفين تطلعوا ناشئين من اكاديميه الاهلي او من ناشئين الاهلي، لغايه اما جاب برشلونه خدت واحد منهم اللي هو حمزه عبد الكريم. جت خدت واحد منهم اللي هو على فكره واحد من الناشئين وهو موجود قدامكم اهو، احسن من محمد شريف، واحسن من كامويتش، واحسن من مروان عثمان، واحسن من اي حد فيهم. خدناه في اكاديميه اللمسيه. تمام، طيب مين المسؤول عن قطاع الناشئين؟ اللي هو وليد سليمان. فانا سمعت انا عرفت ان هو توجه له الشكر خلاص، فكده يعني ربنا يوفقه. بالنسبه لي هو ما اثبتش اي حاجه خالص، ما طلعليش ناشئين، في حين ان انت عندك ناشئين زي عمر سيد معوض.
عمر سيد معوض ده احسن بديل لحسين الشحات. انا ممكن اكون بالنسبه للناس، في ناس ممكن يكون الكلام اللي انا بقوله ده بالنسبه للناس مش مش منطقي، بس ده الواقع، ده الواقع ودي الحقيقه، حقيقه مثبته ان احمد سيد زيزو ما قدمش حاجه، حسين الشحات قدم. تمام، الاتنين اسوأ من بعض، بس انا بالنسبه لي اكمل بحسين الشحات احسن ما اكمل باحمد سيد زيزو وابوظ اوضه اللبس وابوظ كل حاجه. ف... فبالنسبه لي انا هبص للسكواد. انا معايا لعيبه كتيره جدا محتاجه تدعم، او مراكز كتيره جدا محتاجه تدعم. الدفاع بالكامل محتاج يدعم، خط نص محتاج يدعم، الهجوم، الاجنحه تمام، مهاجم الصريح محتاج يدعم. انت لما هتيجي تقول انت فضيت الفرقه، انت معاك مين؟ انت معاك مين؟ طب هتجيب مكانهم مين في الدوري المصري؟ انت كده كده القاعده البنيه التحتيه بتاعه الدوري المصري ضايعه. فانا بالنسبه لي برضو عملت حلقه ارتجاليه برضو هسيبها لك في الاي فوق، اللي هو بتاعت مين السبب وقت ما خروج مصر من كاس افريقيا. ف فالبنيه التحتيه عندك في الدوري المصري ضعيفه، فانت هتجيب مين؟ الموضوع يعني يمكن، يعني اتمنى ان انا مش اول واحد يتكلم في الموضوع ده. عموما هتلاقي فيه يوتيوبرز كتيرة بيتكلموا عن الموضوع ده، ويمكن ناس عندهم سبسكرايبرز اكتر مني، فممكن يكون وصل لك فيديوهات اكتر مني قبل كده بيتكلموا عن الموضوع ده. بس يعني انا حاولت ان انا اوصل الصورة بشكل كبير. انا محتاج بس ان احنا نتناقش في الكومنتات، انت شايف ان المفروض يحصل ايه في الفترة اللي جاية؟ ولو شايف ان في اي حاجة في الكلام اللي انا قلته ده غلط ممكن نتناقش في الكومنتات عادي جدا، بس طبعا بدون تجريح، لان في نقط انا عارف كويس جدا ان في ناس هتتكلم معايا فيها، وخصوصا ان انا برمي اللوم على الكابتن محمود الخطيب، وده لوحده يعني ده مش هقول لك ده ليه لجان، ده ليه يعني انا باجي اتكلم عن مشاكل في اداره الكابتن محمود الخطيب، فانا بلعب في عش الدبابير من الاخر، خاصه ان هو ده ليه ناس كتيره جدا لجان، واكتر من كلمه لجان انا مش لاقي كلمه تانية. بس محتاجين ان احنا نفهم ونقف وقفه مع اللعيبه اللي موجوده دي والمدير الفني اللي موجود ده. محتاجين ان احنا نعمل سكاوتنج الصح، ما نلمش لعيبه وخلاص. يعني انا سامع ان في مشاكل مع، او في محاولات ان هو اللي ضم حسام عبد المجيد من الزمالك. انا مش قادر اقتنع بفكره ان انا استعين بحد من الزمالك علشان خاطر اكون فرقه. طب انا اسف يعني على راي اخواتنا الزملكاويه، يعني هما لو فيهم الخير كان زمانهم خدوا افريقيا، بس هما ما خدوش افريقيا. يعني فرص مكاسبهم في الدوري بتبقى دايما بتبقى ضعيفه، بياخدوه بس كل كام سنه مره، فاكيد يعني ما فيهمش الخير. فانت ازمتك ان انت راحوا اتفقوا مع عبد الله السعيد دي بالنسبه لك كبيره للدرجه دي. ف فانا ما فهمتوش، في حين برضو ان انت في لعيبه تانية برضو انت استغنيت عنها وسبتهم بايدك، زي احمد حمدي. احمد حمدي ده من اكتر لعيبه خط النص اللي انا كنت متنبئ لهم بمستقبل قوي جدا، انت استغنيت عنه.
سبته للزمالك. ناصر ماهر سبته للزمالك، قشطه، ناصر ماهر ده ماشي قشطه، ما عنديش مشكله فيه. لكن انت سبت لهم عبد الله السعيد، وسبت لهم احمد حمدي، وقبل كده سبت لهم كريم بامبو. يعني كريم بامبو يعني من اللعيبه الكويسه الى حد ما، واللي هما كانوا في جيل واحد مع رمضان صبحي. وسبت رمضان صبحي، وسبت اليو بادجي، وسبت برونو سافيو، وسبت وسام ابو علي من غير ما تستفيد منه، وسبت علي معلول، وسبت كل بدلة علي معلول. وفجأة انت لقيت نفسك مش قادر ان انت تتعامل مع ولا مع باك يمين ولا مع باك شمال ولا في النص ولا في الهجوم ولا في الدفاع. فالموضوع بقى مزري جدا. فخلي مجال المناقشة في الكومنتات، نحاول ان احنا نوجد حل او نتناقش. يعني ايه الاساليب اللي ممكن نحاول نطلعها افكار، يمكن ادارة النادي الاهلي تقدر تتفرج على الفيديو ده في يوم من الايام وتحاول ان هي تلاقي اي حلول او اي حلول للمشاكل دي كلها. فاشوف وشكم على خيرة الله، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.